مع الممثلة آن وهي راكبة سفينة ضخمة، ومعاها المخرج مارك، ومعاها جاك الكاتب. هنا بيعجبوا ببعض، وهنا بيبص لها جاك. هنا السفينة الجو ابتدى يتغير والبحر عمال بيهيج. هما رايحين لجزيرة اسمها جزيرة الجماجم، الجزيرة اللي بيروحها ما بيرجعش اهم. ولما بيوصلوا بيكتشفوا الهياكل العظمية والجماجم اللي مرمية على الأرض، والمنظر طبعا مرعب. وبعد وقت قصير بيتهاجموا من سكان الجزيرة الأصليين، وبيخطفوا آن وبيربطوها من إيديها على الجسر الخشبي علشان يقدموها قربان للوحش الأسطوري كونج، غوريلا عملاقة بحجم الجبل. فعلا بيبتدي يظهر كونج وبياخد آن معاه وبيختفي في أعمق الغابة. الفريق بيحاول يقرر يرجع للسفينة ولا يدور عليها، وفي الآخر بيختاروا يدوروا عليها لحد الصبح. أما آن فبتحاول تهرب وبتتزق الأرض وبتبتدي تجري منه، عايزة تهرب بأي طريقة. هو طبعا ملاحقها. هنا وقعت على الأرض. هنا ابتدت تعمل حركات، قعدت تلعب معاه أهو. هو مستغرب ايه اللي هي بتعمله دي، وتقع. راح هنا زقها، قعد يضحك معاها. هنا طبعا آن تعبت ومش قادرة تقوم، فهو بيزقها، راحت اتعصبت عليه، قعد يكسر في كل حاجة حواليه. هنا راحت وقعت الطوبة على دماغه. هنا راح مشي زعلان. أنا طبعا استغربت. هنا ابتدت قالت دي فرصة بقى نجري. هنا كانوا متجمعين ولقوا الأقدام بتاعت كونج، وعرف إن هو. هنا جاك ابتدى يصور الديناصورات اللي شافها. قالوا احنا بندور على آن، في حاجة حصلت. بدأت الديناصورات تجري وهما طبعا بيجروا قدامهم اهو. موتوا طبعا شوية منهم كتير. هنا ابتدى ديناصور تاني صغير يطلع. ابتدوا طبعا يوقعوا طبعا لأن الجسر صغير جدا اللي هما ماشيين عليه اهو. هنا ماشيين تعادوا الناحية التانية. راحت طبعا الغوريلا طلع لهم، راح هنا هيضرب عليهم النار. راح هنا خدوا حدفه، رماه من بعيد وتعصب عليه. راح الجسر طبعا باللي فيه كله وقع. هنا هي برضو لسه بتجري. آن بتكون لسه بتحاول تهرب، فبتقابلها سحلية عملاقة بتحاول تستخبى منها، لكن السحلية تاخد بالها منها وتهاجمها. فجأة بيظهر كونج وبيقتل السحلية وينقذها. بتخاف منه في الأول، لكن لما بتشوف حشرة عملاقة حوالين جسمها بتبتدي تتحرك وتهرب، وطبعا بتبتدي تستخبى من الديناصورات. هنا اهو بيدور عليها مستخبية ورا الأشجار. هنا طبعا لقيت صدمة أكبر، واحد تاني طلع وراها. قعد طبعا يخبط في الشجرة، راحت هي ماسكة في الشجرة.
مغامرات كتيرة بتبتدي آن تحس إن كونج مش حيوان وعنده مشاعر. بتقعد جنبه وبيشوفوا سوا منظر غروب الشمس، وبيكون مشهد هادي وجميل. بس الليل بيجي وبيجيب معاه كائنات غريبة اللي بتهاجم بقية الفريق. الفريق بيحاول ينقذ نفسه، الفريق بيحاول يقاتل، ومارك بيزعل لأن كل اللي صوره ضاع. لكن في الآخر بيقرروا يهربوا وبيقرروا يرجعوا للسفينة. أما جاك فبيصر إن هو يفضل يدور على آن لحد ما لقاها نايمة جنبها. كونج بياخدها بهدوء، لكن كونج بيشوفهم وبيطاردهم بغضب. ولما بيوصلوا للجسر بيلاقوه مرفوع، وبينادوا على باقي الفريق. ولما كونج بيقرب بيوقعوا عليه. بيبص في عينيها وهي بتبص في عينيه. هنا بيبتدي يرمي عليه اسهم طبعا وشبكه كبيره عشان ياخدوه معاه. هنا بتبتدي تصوت لا لا، هو بيشوف كده، وبعدين طبعا بيحدفوا عليه تخدير عشان خاطر ينيموه. هنا اتعصب اهو، بيطلع كل حاجه. هنا اهو بيجري وراها. هنا رمى سهم طبعا مخدر عشان ينام، ونام. وبياخدوها على السفينه وبيرجعوا لنيويورك علشان يستخدموه كعرض للجمهور. مارك بيستغل الموقف للشهرة، وآن بترفض تحضر العرض، بس الجمهور بيجي من كل مكان علشان يشوف ملك الغابة في العرض. بيجيبوا بنت شبه آن، لكن كونج بيكتشف إن هي مش هي، فبيغضب وبيكسر السلاسل وبيخرج يدور على آن في الشوارع المدينة. هنا طبعا بيجري ورا جاك علشان خاطر يجيبه، لان هو فاكر ان هو خد آن منه. اهو بيجري ورا العربية، قلبها وقعد يعمل صوت جامد. هنا بيشوف آن جاي من بعيد فبيهدى، مسكها في ايده ورفعها. هنا ابتدت تلمسه وتطمنه. بس يا ترى الغوريلا دي وحشة فعلا، ولا هو اللي اتظلم وسط عالم كله خوف وطمع؟ انت شايف ايه؟